انسي بقى اي اكله ممكن تاكليها وتعالي للقمر اللي معانا النهارده شويه بتنجان مخلل. ما اقولكمش على الريحه والطعم خطير خطير. تعالوا بقى النهارده بقى محبين البتنجان اللي زيي، انا بحب يا جماعه البتنجان في كل حالاته. اي وصفه تلاقي فيها بتنجان تلاقيني بحبها. بس لو اول مره تشوفيني، انا مياده ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هتجيبي طبعا البتنجان الرومي. حاولي وانتي بتنقي البتنجان تنقي البتنجان الخفيفه، ما تجيبيش البتنجان التقيله لانها بتبقى مبزره. جبت هنا بقى البتنجان وغسلته كويس قوي، وبعد كده قطعته زي ما انتوا شايفين. انا ما بشيلش يا جماعه القشر الاسود اللي فوق ده، لان القشر الاسود لما بتشيليه بيخلي البتنجان يشرب زيت كتير. قطعته زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر، هقلبهم كويس كده مع بعض وهسيبه لمده ساعه ينزل كل الميه بتاعته اللي فيه كده. بعد كده هاخده بقى تحت الحنفيه كده واغسله كويس قوي قوي من الميه والملح، ما تستغربوش من الطريقه دي. وبعد كده هسيبه كده يتصفى، وهمسك بتنجانه بتنجانه كده واعصرها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، انزل منها اي ميه. الطريقه دي ما بتخلوش يشرب زيت خالص على فكره، وبيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى نازل كل المراره اللي فيه. تعالوا بقى نقليه، ما تستغربوش ان هو لونه غمق. اول ما يتحط في الزيت لونه هيفتح على فكره. هبدا اقليه كده زي ما انتوا شايفين. لو تلاحظوا ان هو اول ما بيتحط في الزيت لونه بيفتح على فكره. اول ما ياخد لون هقلبه على الناحية التانية وابدا اخرجه زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اللون ده، ما بحبوش فاتح على فكرة، بحب البتنجانة تبقى غامقة شوية، بيبقى طعمها احلى كتير. هخلص كل الكمية وتعالوا بقى نشوف هنقلي ايه بعد كده. هنقلي بقى شوية كده فلفل سبايسي على شوية فلفل رومي. هنا كده خلاص كنت خلصت قلي الكمية كلها. تعالوا بقى للدقة الخطيرة. حطيت هنا شوية من الفلفل الأخضر المفروم وشوية من الفلفل الأحمر، ونزلت هنا ب7 فصوص من الثوم، ونزلت كمان بربع كوباية من الخل. وهظبط طبعا الملح في الوقت ده. ومعايا هنا نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. هقلب بقى كل الخلطة دي كده مع بعضها، مش قادرة اقول لكم على الريحة خطيرة خطيرة. وما ننساش طبعا في الاخر نحط عصير 3 ليمونات. معروف طبعا يا جماعة ان البتنجان حبيب الليمون، معروفة يعني. وكلي بقى احلى سندوتش بتنجان ممكن تاكليه في حياتك. انا عن نفسي بحب البتنجان ده يا جماعه جنب الطعميه وجنب البطاطس، بصراحه بالنسبه لي بتبقى اكله خطيره. قولوا لي بقى انت بتحبوا بقى البتنجان ده تاكلوه جنب ايه؟ هستنى كمان تقولوا لي في التعليقات انتوا بتحبوه جنب ايه وبتاكلوه مع ايه. بقى يا ريت بقى لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.